وفي حديث عبد الله بن زيد كما سيأتي المضمضة والاستنشاق في بدء الوضوء قبل غسل الوجه، ولكن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تمضمض واستنشق قبل الوجه، قبل غسل الوجه، وتمضمض واستنشق بعد غسل الوجه، وتمضمض واستنشق بعد غسل الذراعين. فهذه الأحاديث الصحيحة قاضية بجواز فعل المضمضة والاستنشاق في أي وجه من هذه الوجوه الثلاثة. والغريب أن الناس لا يعلمون في المضمضة والاستنشاق إلا أنهما قبل غسل الوجه، أليس كذلك؟ حتى طلاب العلم الكثير منهم لا يعرفون هذا لأنها لم تطبق، وحبذا لو طبقت هذه السنن حتى يعلم الناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك.